السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة تحفة هتاكلوا صوابعكم وراها. مكونات اقتصادية، هتعملي احلى صينية. مش هقولكوا بقى غير لما تتابعوا معايا الفيديو الاخر. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا صينية، خدت كده معلقة من السمنة وبدأت ان انا يعني ادهنها كويس جدا في الصينية. طبعا عشان الدنيا ساقعة والسمنة رخمة قوي مش عايزة تتفرد معايا، فانا حطيتها على عين البوتاجاز الصغننة كده شوية بحيث انها تسيح واقدر ان انا اوزعها كويس جدا على جوانب الصينية وفي قاع الصينية، وتبقى كل حتة فيها من السمنة كويس جدا. ده ممكن يبقى سمنة وممكن يبقى زيت. بعد كده بقى هجيب معلقة او معلقتين من السكر العادي، السكر اللي بنعمل بيه الشاي ده، السنترافيش. وابتدي ان انا ارششه كده في الصينيه من تحت. تمام اهو، ممكن كمان نحط من الجوانب. تمام. وبعد كده بقى معايا قرن موز واحد كده، واحد بس. وهبتدي اخده اقطعه شرايح مش سميكه قوي اهي، بالمنظر ده كده. وابتدي افرده في الصينيه من تحت. لو حابه تحطي اكتر من واحد ده اختياري، مفيش مشكله خالص. انا بس ايه، عشان بنعمل كل حاجة اختيارية، فانا هحتاج في الصينية دي 3 قرون من الموز. قرن هنا وقرن هستخدمه في الخلاط. طبعا الموز سعره كويس ورخيص جدا يعني، فاعملوا بقى الوصفة دي. والوصفة دي مش محتاجة زي ما قلت لكم غير 3 قرون من الموز بس. بصوا ما شاء الله، يعني القرن الواحد مرمى معايا ما شاء الله. بعد بقى ما ارص الموز على حسب بقى، لو عايزين تغطوها كلها بالموز غطوها يعني. قرنين تاني من الموز هيغطوها لك خالص، بس انا حابه كده ما تكونش كتير. تمام. هجيب بقى الخلاط بتاعي وابتدي انزل ببعض المقادير، من ضمنها طبعا باقي الموز اللي قلت عليه. انا كده استخدمت واحد في قاع الصينيه وهستخدم في الخلاط 2. ادي اول واحد وادي تاني واحد. وصفه لذيذه حلوه قوي قوي، هتعجبكم جدا بجد، هتاكلوا صوابعكم وراها. هتعجبكم جدا جدا وهتعتمدوها في اي مناسبات تجمعات جميلة كده. هتعملوا الوصفة السريعة السهلة الاقتصادية دي برضو. نزلت بالموز، بعد كده معايا كوباية من الحليب، كوباية من اللبن، هنزل بيها كده. وبعد كده بنفس الكوباية بنفس المقدار هنزل بنص كوباية من الزيت، كوباية من اللبن ونص كوباية من الزيت. وطبعا كيس من الفانيليا، وصفتنا ما فيهاش بيض خالص. كيس كده من الفانيليا كتطعيم للوصفة بتاعتي مش اكتر. وبعد كده معايا بقى معلقة حلوة جدا خطيرة في الوصفة بتاعتنا، معلقة خل. معلقة خل كده انزل بيها. وكمان كوباية من السكر، بس طبعا انا نسيتها بعد ما ضربته. افتكرت ان انا نسيت كوباية السكر، ودي حاجة طبعا مهمة جدا. حابين لو مش عايزينها مسكرة قوي تقدروا تخلوها كوباية الا ربع بس من السكر. تمام. كده المكونات السائلة. تعالوا نشوف بقى المكونات الجافة. عبارة عن كوبايتين من الدقيق، ولو حابين تنخلوهم يعني تحطوا المصفى كده فوق البولة وتنزلوا الأول بيه في المصفى براحتكم. ونص كوباية من الكاكاو، كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من الكاكاو. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني مش الكيس كله، الكيس إلا شوية صغيرين. معلقة كبيرة من البيكنج باودر اهو. وكمان معايا رشة من الملح، ومعايا ربع معلقة من البيكنج صودا. البيكنج صودا او زي ما بيقولوا كده الكربوناتو. ماشي، دي رشة الملح. وهنحط برضو بتعتبر مادة رفع هايلة البيكنج صودا. هنحتاج ربع كوباية اهو. وابتدي بقى اقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها. وبعد كده ننزل بالمكونات اللي في الخلاط على المكونات اللي في البولة. اظن اسهل من كده مفيش. اهو يلا بينا بقى ناخد مكوناتنا، نبتدي ننزل بالمكونات السائلة على المكونات الجافة، والتقليب بيكون في اتجاه واحد. طبعا انتوا عرفتوا انا بعمل ايه. انا بعمل النهارده كيكة موز خطيرة حلوة جدا،
وعملتها بالشوكولاتة عشان الموز لما يغمق ما يبانش، دي حركة كده بقى يعني ذكاء مننا شوية. عملناها بالشوكولاتة، وطبعا الشوكولاتة بتليق جدا مع الموز، وطبعا برضو اقتصادية لان احنا عارفين طبعا البيض غالي فاحنا مش حاطين فيها بيض. فجربوها طعمها ممتاز، طعمها فوق الممتاز، هيعجبكم جدا جدا. ويلا بينا بقى بعد ما قلبناها كويس، ولو حسيتي ان هي سميكه شويه انزلي عليها بمعلقتين كده من اللبن او معلقتين من الميه. احنا عايزين الخليط يبقى زي ما انتوا شايفين كده. الله على الجمال والحلاوه، تحفه تحفه تحفه. طبعا قبل ما ابتدي اشتغل فيها وانا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180، ومجهزه الرف الوسطاني، وهبتدي ادخلها تقعد معايا تقريبا 40 دقيقه تقريبا، كل واحد طبعا على حسب الفرن بتاعه. خلاص نزلت بقى ايه بالمكونات بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، اديها بس خبطتين كده على الرخامه بحيث ان هي ايه يبقى كلها نفس الارتفاع، وابتدي على طول ادخلها الفرن. يلا بقى ندخلها الفرن ونرجع نشوفها، ونقطع كده قطعه ونشوف جمالها وحلاوتها. بجد من احلى الوصفات اللي عملتها، وعجبني طعمها جدا جدا، طعمها حلو قوي. جربوها بجد حلوة قوي في العزومات، تقدروا بقى تزينوها بقى بكريم شانتيه، بصوا جمالها ما شاء الله. وطبعا اختبرتها بالخلة، مستوية ومش مش بتطلع عجين يعني او حاجة، فما شاء الله لذيذة. بصوا اقطع لكم كده حتة كمان كده في طبق، شايفين ما شاء الله. بصوا بصوا، مرتفعة وجميلة وهشة جدا شبه القطن، يعني كيك قطني لذيذ سهل سريع، ما خدش معايا وقت خالص. طعمه حلو، وطبعا بقى يعتبر بحشوة موز وسكر مكرمل من تحت. جربوه هيعجبكم جدا جدا. اتمنى يا رب يكون الكيك البسيط ده عجبكم، وطبعا لو عجبكم الكيك بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.